وتفتخر بأمجاده، وذلك على غرار عائلة نجم نادي ليون الفرنسي والمزدوج الجنسية نبيل فقير، الذي هو في الحقيقة جزائري 100%، كما يؤكده جده، وكأنه يرد على ألسنة السوء التي لا تتردد في التشكيك في وطنية وانتماء اللاعب. الطفل هذا حفيظي وليد وليدي، وانا بن الشهيد، كاين بابا وزوج خوتو معاه، هذو قتلتهم فرنسا، وكاين يمة باباه جداه عندها 7 6 عمومها وباباها صافي 7، عائلة ثورية على البولج. عمي محمد مثله مثل باقي أفراد عائلة فقير لا يخفي امتعاضه من الهجمات التي تتعرض لها العائلة والأكاذيب الملفقة حول اللاعب نبيل، لكن دون حقد على أحد. يعني على قبل الناس اللي يعرفونا غير ذاك، ولمتى يجي واش يا ناس الله غالب، احنا ماهوش في يدينا ورانا قابضين وقلنا له ما تروحش، الله غالب علينا، احنا راه بحر بيناتنا. هذه اليوم مازال صغير، هذه قلت لك انا البارح حضرت مع باباه، قال لي يا بابا انا ماذا بيا، قال لي بصح ما جا حتى لي حتى واحد، قال لي الصحافه يهضروا، قال لي بصح باه جا ليا واحد، ما كانش واحد جا ليا ولا قدرني ولا قال لي يا ودي كيفاش هذا الطفل هذا ما يجيش ولا قال لي كيف لو سهل بلي جابوه كرعيه. انا راني مقلق بزاف من الهضره بزاف صراحه، خاصه الهضره هذيك تاع واحد يقول لك وليد حركي، واحد تسمع كل نهار مقوله. بابا راه يقول واحد ما اتصل بيا، ما كان حتى مسؤول لحد الساعه، ما كاش انفيتاسيون لا مع فرنسا لي ولا مع الجزائر. احنا رانا نستناو، انا ماذا بينا ماذا بينا، وكانت تحب السلطه تاع الجزائر راه مشاتو ميلاني يكون هنايا 24 يكون الجزائر ولا لا. ايه الفيسبوك الوعره اللي بعثوها قال لك فقير، قال لك روح للجزائر هنا باش تولي مربح، باش تولي غني. صافي كيف صافي حنا صافي راه جيعان نتقلقوا. والله راديو تروطوار هذا نتقلقوا. نقولوا كيف سبحان الله واش الهضره هذه، كاين الهضره مع محمد مع باباه، واش سمعنا في برا، واش سمعنا في لي جورنو، ما كان والو. وللتعرف على نبيل حبه لبلده الجزائر وتعلقه بأرض أبائه وأجداده، ليس هناك أفضل من الاستماع إلى عائلته، عائلة متواضعة وبقيت كذلك رغم الشهرة التي نالها ابنها، فقد بقيت موحدة ومتمسكة بقيم بلدها الجزائر. وإنسان يصلي ما شاء الله، إنسان حتى صلاة الفجر كان ينوض يصليها. لا كان معنا خطرات نهبط المسجد يروح معايا يصلي. بابا هو اللي علمو عربية تاع الصح، وزاد تعاونت ويماه. انا نقول لك نبيل او الكوزا تاعنا دائما يجي هنايا وانسان متواضع مش متكبر، ورانا نتبعوه دائما. شاك فاكونس يجي هنايا كل عام، بالك كيما نقولوا تختلنا هنايا، كبر لا بليبار كبر هنايا، صافي بزاف صوالح لعب معاه، كان يلعب لتحت، كان بزاف صوالح كان هنايا بزاف، يروح يجي هنايا يروح وين تديه يروح وين تديه، يحب يكتشف البلايص تاعنا هنايا. والحقيقة أن نبيل لم يدر ظهره لأصوله، فزيارة المنزل القديم لعائلة فقير واستنشاق هواء منطقة فجانة واللهو وسط بهوها كان وما زال شيئا مهما جدا بالنسبة لنبيل، أمر ما زالت تذكره العائلة بشدة. يلعب في البالو هنا، جده قلات البطاطا هنايا، هذيك الاخرى هذيك كشغل اللي دارت لافابور جابتها تجري باش تطلعها لفوق، ويجيو يدخل فيها وتخبطوا هنا، هبطت له هذه كاع، عنده قابلت سبع عنده الاخرى هنايا ضربانها سيكاتريس، هذيك دارها هنايا هنا في الدار، هذيك كان يلعب في البالون هنا في لاكو، هذيك طرا راح يتيري بالون طلعت له في لاطيرات، دار رجليه بيكي حديده كومبلي دخلت له في رجليه، الدم ولا يهبط منه. يولي وسيم مانيش عارف لو كان حتى يجي يعني ويلعب في الكيف ناسيونال، نقول نشوفوا يعني باللي يلعب، يعني عندي فخر كبير وعندي حاجه كبيره يعني مفخره كبيره، يعني وليدي يعني راه في الفريق الوطني. دوك حنا ماذا بينا هو يلعب مع الجزائر،
ما كاش كيفاش كاع باش زعما يروح يلعب مع فرنسا وكاع. لو ريف notre rêve notre rêve Nabil en équipe nationale d'Algérie. C'est notre rêve ان شاء الله. لو ريف تاعنا كيما لو ريف تاع بابا. فوالا هو يسمع الجزائر تجي فاكونس هنا، فاكونس شهر ونص، فاكونس يجي ياكل يشرب يحوس روح عليه يولي هوب ما على بالوش كاين في الجزائر. بصح كي يجوا المسؤولين ثم يهضروا مع شتا كاين، يجمعوا ما يهضروا مع واش كاين ليه ارواح ما خصك والو، راك في بلادك، راك ليه شغل الطفل فرنسا يدير لها هاك. وفي انتظار أن يتجسد الحلم تبقى عائلة فقير مؤمنة وواثقة أن نبيل سيهتدي إلى الاختيار الأفضل، لكنها تتمنى ألا يتعرض لمزيد من الضغوط، لأنه كما تقول ما زال شابا يافعا.